وبعديها بنشوف لقطات لسوبرمان وهو محبوس في البوكيت دايمنشن، وطبعا بيعذبوه بعد ما ميتامورفو استخدم عليه حجر الكريبتون. ايه بقى اللي انا قلته ده؟ بص يا حب. Hey buddy, eyes up here. حبيب قلبي عامل ايه؟ خلاص يا حبي كلها كام ساعة ونبقى على ميعاد مع فيلم سوبرمان الجديد لسنة 2025، والفيلم يعتبر أول فيلم في عالم دي سي الجديد برؤية جيمس جان، والفيلم مليان شخصيات كتير جدا من عالم دي سي زي ليكس لوثر، ذا انجينير، مستر تريفيك، هوك جيرل، جرين لانترن، ميتامورفو، وأهمهم الترا مان. ده غير كمان ان الفيلم هيبنى فكره المالتيفيرس عن طريق تقديم كونسبت البوكيت دايمنشن، فالفيلم ده هيبقى فيه تفاصيل كتير جدا وشخصيات كتير مهم جدا انك تعرفها قبل ما تدخل الفيلم، والكلام ده انا قلته لك قبل كده، بس هو ده وقته عشان تسمعه تاني، فسمي الله في قلبك كده وما تنساش لايكك المتين والسبسكرايب الجميل واعيرني انتباهك. مبدئيا كده كلامي معاك اللي جاي مش لفانز دي سي، الكلام كله سكته رايحه لواحد مش فاهم اي حاجه ولا عارف اي حاجه عن العالم ده، وعشان كده احب اعرفك ان سوبرمان ده مش بشري، ده يعتبر الين واسمه كال ال، وجا كوكب الارض عن طريق سفينه فضائيه ابوه وامه باعتينه فيها، نظرا لان الكوكب اللي كانوا عليه المعروف باسم كريبتون كان بيتدمر، واول لما وصل كوكب الارض في ناس طيبه كده تبنوه وادوله اسم كلارك كنت، وعلى مدار وجوده على الارض ابتدى يكتشف قدرات خاصه عنده، بس ابوه كان بيحاول ان هو يلجمه وما يخليهوش يستخدمها عشان محدش يضره من البشر، والاوريجن ستوري دي كلها اتعمل لها ادابتيشن في فيلم مان اوف ستيل اللي نزل 2013 اللي كان من بطوله هنري كافيل، ذا وان اند اونلي سوبرمان بالنسبه لي. تمام كده، اعلان فيلمنا بقى وضعه ايه؟ بص يا سيدي، الاعلان كله في العموم بيحاول يديك فكره عن حياه سوبرمان على كوكب الارض والتحديات اللي بيواجهها في حياته، سواء مع الحكومه اللي بتبقى حاطه قواعد وشروط للسوبر هيروز عن كيفيه التعامل في الازمات، او سواء مع ليكس لوثر. You'd let me interview you as Superman. Sure. Ready? Let's do it, Cronkite. Superman. Miss Lane. ففي اول الاعلان بيكون في مقابله ما بين لويس لين وكلارك كنت اي سوبرمان، اكيد مش محتاج اقول لك، واكيد مش محتاج اقول لك ان لويس لين بتبقى صحفيه وبتبقى حبيبه سوبرمان. المهم ان لويس هنا هتبدا تعمل حوار صحفي مع كلارك بصفته سوبرمان، وبتبدا تسجل وبتحط الريكوردر اللي مكتوب عليه لورد تيك، وده ايستر ايج عشان يفهمك ان ماكس لورد موجود في عالم سوبرمان، وماكس لورد ده اللي ظهر في اعلان بيس ميكر واللي بيقوم بدوره اخو جيمس جان شون جان، واول ظهور لماكس لورد في الكوميكس كان في العدد 1 من جاستس ليج اللي نزلت 1987، ويعتبر من اخطر واذكى الفيلنز في عالم دي سي خصوصا في قصص الجاستس ليج. المهم يا حب ان لويس لين بتبدا الحوار الصحفي بتاعها، وللاسف مش بتتهاون معاه في الاسئله تماما، لدرجه من كتر ضغط الاسئله عليه بيتعصب عليها، وبتقول له انت تعرف ان الفتره اللي فاتت دي انت تعرضت لانتقادات كتير جدا لدرجه ان وزير الدفاع هيبدا يحقق في كل الافعال اللي قمت بيها. طبعا بيبقى هو مستغرب وبيقول لها انا وقفت الحرب. قالت له وقفت الحرب ايه بس؟ ده انت دخلت بلد تانية بشكل مش قانوني، وكونك ان انت موجود معانا فده بيخليك بتمثل اليونايتد ستيتس، هو انت مش عارف عواقب اللي انت بتعمله ده ايه؟ راح متعصب عليها وقال لها People were going to die. طبعا اثناء ما هم كانوا بيتكلموا كان بيتعرض لنا لقطات غير الحديث بتاعهم، وفي اللقطات دي بنشوف هجوم الناس على سوبرمان وشكلهم كده مش حابينه، وبعدها بنشوف الراجل ده اللي بيبقى ريك فلاج سينيور، واول ظهور ليه في الكوميكس كان في العدد 25 من ذا بريف اند ذا بولد، وكان بطل حربي وقائد فريق السويسايد سكواد، وفي الفيلم هنا هيبقى اول مسؤول عن منظمه ارجس، وفي الطبيعي في كل اعمال دي سي اللي قبل كده اماندا وولر هي اللي كانت مسؤوله عن منظمه ارجس، بس هنا هيبقى هو المسؤول، والمنظمه دي يا حب المعروف عنها ان هي اللي بتجمع فريق السويسايد سكواد وبتبقى تابعه للحكومه، وساعات بتقوم بالشغل الشمال بتاعها حاجه كده في الدره. وبعديها بنشوف لقطه من الحرب اللي سوبرمان اتدخل فيها، والحرب دي بتكون في بلد اسمها برافيا، وبسبب تدخله ده هامر اوف برافيا بيدخل في فايت معاه زي ما انت شايف كده، ودي شخصيه كان ظهورها ضعيف قوي في الكوميكس. المهم ان هو بيبقى شخصيه بشريه قويه وبيستخدم اسلحه متقدمه جدا وبيمثل الوجه العسكري لبرافيا. طبعا بسبب الفايت دي وتصرفات سوبرمان والعواقب اللي تبعتها الكلام ده مش بيعجب الحكومه ولا ارجوس
خالص ورا ليكس لوثر اللي اول ظهور معانا في الاعلان كان في اللقطه دي، عشان كده بيتم القبض على سوبرمان زي ما انت شايف كده. وخلينا نقول ان هو ساب نفسه يتمسك. مين بقى الناس اللي ظهرت دي؟ بص يا حبي، ليكس لوثر ده من ألد اعداء سوبرمان، واول ظهور ليه في الكوميكس كان في العدد 23 من اكشن جيمز اللي نزلت 1940. ولوثر يعتبر عبقري، ملياردير، عالم ورجل اعمال، ويعتبر من اخطر البشر في عالم دي سي بسبب ذكائه الخارق وقدراته على التلاعب السياسي وموارده اللا محدوده. وعنده كره عميق لسوبرمان عشان هو عنده رؤيه ان وجود كائن فضائي زيه موجود معانا ده بيمنع البشريه من تحقيق امكانياتها الكامله. عندك كمان شخصيه الترا مان، وده بيبقى النسخه الشريره من سوبرمان، واول ظهور ليه في الكوميكس كان في العدد 29 من جاستس ليج اوف امريكا اللي نزلت 1964. وفي الفيلم هنا مش عارف هيبقى نسخه من كلارك كينت شريره جت من بعد تاني زي الكوميكس ولا هيبقى مستنسخ منه. وبنشوف كمان شخصيه ذا انجينير اللي بيبقى اول ظهور ليها في العدد الاول من ذا اثورتي اللي نزلت 1999، ودي بتبقى عالمه متخصصه في الهندسه والفيزياء واسمها انجيلا سبايكر، وقررت ان هي تعدل جسمها كله بتقنيه النانو، واستبدلت دمها كمان بملايين من اجزاء من النانو المتطوره. والتقنيه دي خلت عندها القدره على تشكيل اي شيء هي عايزاه من جسمها، اسلحه، شيلدز، واللي قلبك يحبه. If you know what I'm talking about. وبيبان الكلام ده طبعا في لقطه قدام شويه في الاعلان زي ما انت شايف كده. في اللقطات اللي فاتت دي بقى شفنا شكل المكان ده من بره، وكمان شفنا ليكس لوثر وانجينير جوه، وكمان بيفايتوا كريبتو كلب سوبرمان، وبيفايتوا روبوتس موجودين في المكان ده وبيكونوا تابعين لسوبرمان برضه. والمكان ده بيبقى اسمه قلعه العزله، وده بيبقى المكان او الملاذ الامن لسوبرمان، وبيحتوي على مختبرات علميه وارشيف عن حضاره كريبتون الكوكب اللي جاي منه سوبرمان اصلا. وبرضه بيكون في اوضه بتحتوي على ذكريات ابوه وامه الاصليين، وبتكون مصنوعه من بلورات كريبتونيه او مواد متطوره جدا، وصعب جدا ان اي حد يدخلها غير سوبرمان. بس زي ما انت شايف كده ليكس لوثر جوه هو وذا انجينير. واول ظهور لقلعه العزله في الكوميكس كان في العدد 241 من اكشن كوميكس اللي نزلت 1958. اما كلب سوبرمان بيبقى اسمه كريبتو، ويعتبر من نفس فصيله الكلاب اللي على كوكب كريبتون. والمفروض في الكوميكس ان ابو سوبرمان بعته في تجربه صاروخيه قبل ما يبعت سوبرمان الارض، بس للاسف اتاخر وصوله بسبب احداث في الفضاء، ولما وصل كوكب الارض بقى عنده نفس الباورز بتاعت سوبرمان بالظبط. واول ظهور ليه في الكوميكس كان في العدد 210 من ادفنتشر كوميكس اللي نزلت 1955. وزي ما شفنا كده ان ليكس لوثر قدر ان يدخل قلعه العزله عشان يستحوذ على كل التكنولوجيا اللي موجوده جوه، وعشان يقدر يفهم عن حضاره كريبتون اكتر، وبالتالي يقدر ان هو يدمر سوبرمان. وبعديها بنشوف لقطه لسوبرمان ولويس لين وهما بيحضنوا بعض. ايوه يابا مين قدك. وبصراحه مش عارف ايه اللي وراهم ده، ولو انت تعرف يا ريت تبقى تقول لي في الكومنتات، وما تنساش لايكك المتين. وبعديها بنشوف لقطات لسوبرمان وهو صغير مع ابوه، وبعديها لقطه بعد ما كبر. وجيمس جان كان قايل ان هو مش هيتكلم عن المرحله دي كتير في الفيلم، نظرا لان اغلبيه الناس عارفه الاوريجن ستوري بتاعت سوبرمان وعارفه مدى تعلقه بابوه كده. وبتيجي بعدها لقطه لمستر تريفيك وهو نازل من الطياره بتاعته، وده في الكوميكس بيبقى عبقري خارق واسمه مايكل هولم، وبيستخدم كرات ذكيه متطوره جدا وبتطير وبتساعده في اي حاجه سواء طيران او فايتس. واول ظهور ليه في الكوميكس كان في العدد 54 من سبكتر فوليوم 3 اللي نزلت 1997، وبنشوفه هنا في الاعلان وهو حواليه فعلا الكرات بتاعته، وبيكون جنبه هوك جيرل وجاي جاردنر اي جرين لانترن، والثلاثه دول بيكونوا فريق تابع لماكس لورد وبيعرفوا باسم جاستس جانج. وهوك جيرل في الكوميكس بيبقى ليها اكتر من شخصيه، ولحد دلوقتي بصراحه مش عارف هيعملوا ادابتيشن لانه شخصيه. المهم ان هي بيبقى ليها جناحات ميتال وعندها قوه بدنيه خارقه، وكمان عندها خبره بالاسلحه القديمه. اما جاي جاردنر ده يا حبي بيبقى واحد من الجرين لانترنز، والجرين لانترنز دول يعتبروا من الشرطه الفضائيه موجودين في كوكب اسمه او اي، وكل جرين لانترن بيكون معاه خاتم يقدر يتخيل بيه اي حاجه ويعملها. ومن اشهر الجرين لانترز هو هال جوردن اللي اتعمل له ادابتيشن قبل كده في فيلم جرين لانترن من بطوله راين رينولدز اللي نزل 2011، ونقدر نعتبر الفيلم ده مش موجود لان ديدبول رجع بالزمن وقتل راين رينولدز وهو بيقرا السكريبت اصلا، فحاول تنسى الادابتيشن دي. Ladies and gentlemen, if you will, look right here. المهم ان جاي جاردنر بيبقى واحد من اشهر الجرين لانترز في عالم الكوميكس، وفي الاساس كان مدرس رياضيات وشخصيته متعجرفه ومستفزه. واول ظهور ليه في الكوميكس كان في العدد 59 من جرين لانترن فوليوم 2 اللي نزلت 1968، وبنشوف له لقطات في الاعلان وهو بيستخدم الخاتم زي ما انت شايف كده. وبعديها بنشوف لقطات لسوبرمان وهو محبوس في البوكيت دايمنشن، وطبعا بيعذبوه بعد ما ميتامورفو استخدم عليه حجر الكريبتون. ايه بقى اللي انا قلته ده؟ بص يا حب، البوكيت دايمنشن ده يعتبر مكان ما في بعد موازي بس بحجم اصغر، مش عالم يعني، وغالبا ما بتكون القوانين فيه مختلفه عن قوانين العالم الطبيعي بتاعنا. وفي الكوميكس كان في
شخصيات بتستخدمه كسجن او قاعده عسكريه، وده شكله اللي حاصل في الفيلم كده. اما اخر شخصيه معانا وهي ميتامورفو، وفي الكوميكس بيبقى اسمه ريكس ميسون، شخص اتعرض لغاز معين وخلى جسمه كله عباره عن عنصر حي يقدر يتحول لاي ماده موجوده في الحياه، وللاسف فقد مظهره البشري وبقى عنده شكل رمادي مشوه وما بيحتاجش يتنفس او ياكل، وعنده مناعه من السموم والامراض. واول ظهور ليه في الكوميكس كان في العدد 57 من ذا بريف اند ذا بولد اللي نزلت 1965. اما بقى حجر الكريبتون اللي ميتامورفو بيكونه بايده ده زي ما انت شايف كده، المفروض ان ده بقايا مشعه من كوكب كريبتون بعد ما انفجر، ولما وصل كوكب الارض بقى خطر جدا على سوبرمان لانه بيضعف من قوته وبيخليه شخص طبيعي بقدرات عاديه وممكن يموته كمان. وفي الاعلان ميتامورفو قدر بجسمه ان هو يكون صفات الحجر ده. بس برضه شفنا لقطه تانية لسوبرمان وهو شكله كده هيهرب من البوكيت دايمنشن، وبرضه بنشوف له لقطات فايت مع ذا انجينير، وبنشوف لقطه غريبه كده لمستر تريفيك مع لويس لين، ومش عارف كده هم وصلوا البوكيت دايمنشن ولا ايه. لو انت عارف قول لي. واخر فايت لسوبرمان في الاعلان بتكون مع الكايجو، والكايجو ده في كوميكس دي سي بيطلق على اي كائن عملاق، وبتبقى لقطات حلوه جدا ما بين الكايجو وسوبرمان. وهوب سوبرمان بيديها واحده طويله وعاليه لفوق وبينزل لتحت فجاه عشان يخبط في الكاميرا، وبيخلص الاعلان على كده يا حبي. وان شاء الله كلها كام ساعه ونشوف فيلم سوبرمان الجديد، وانا بصراحه متحمس للفيلم جدا، خصوصا بعد المشاهد الجامده اللي شفناها في الاعلان التاني، زي لقطات الفايت اللي بتبقى ما بين الترا مان وسوبرمان. وناس كتير من ساعه صدور الاعلان الاول وهي بتقول ان هنري كافيل ممكن يكون هو اللي عامل دور الترا مان، بس في اعتقادي الشخصي ان الكلام ده مش هيحصل. لاحظ ان سوبرمان الجديد هو بطل الفيلم طبعا، فمش معقول نجيب هنري كافيل عشان يعمل دور الترا مان ونشوفه بقى وهو بيتهان من سوبرمان وبعديها سوبرمان ينتصر عليه ويهينه. انت كده دمرت ليجاسي هنري كافيل ومان اوف ستيل للابد، واظن كفايه عليه اللي دي سي عملته معاه الفتره اللي فاتت من اهانات. وتهيألي اللي هيعمل دور الترا مان هيكون هو الممثل اللي عامل دور سوبرمان. والحاجه التانيه اللي محمساني للفيلم هي اللقطه دي. ايه ده؟ ايه الجمدان ده يا معلم؟ اللقطه دي بالنسبه لي هي احسن لقطه شفتها في الاعلانين اللي نزلوا للفيلم. ولو ما عندكش علم احب اقول لك ان الفيلم من كتر ما نزل له تي في سبوتس ولقطات تقريبا اتحرق عند الناس، وانا الحمد لله اني ما شفتش حاجه من الحاجات دي عشان ما تروحش عليا متعه الفيلم، وعشان كده مش هتلاقيني اتكلمت عن الفيلم الفتره اللي فاتت. فاوفرول اتمنى انك تكون جمعت فكره عن الشخصيات اللي هتتقدم في الفيلم، ويكون الفيديو ده فادك بقدر الامكان ولما معاك الدنيا قبل مشاهدتك للفيلم. واخر حاجه احب اعرفها منك، هل انت متحمس للفيلم زي كده ولا مش فارق معاك؟ ويا ترى لو متحمس هتشوف الفيلم اول لما ينزل في السينما ولا هتشوفه مقرصن؟ يا ريت تعرفني في الكومنتات. ونصيحة مني يعني، لو ما دخلتوش السينما اوعى تشوفه بنسخة مشوهة، حرام عليك تبوظ تجربة المشاهدة على نفسك وتحرم نفسك من تفاصيل كتير رايقة ممكن تشوفها اي ماكس في السينما او حتى في النسخة الديجيتال اللي هتنزل كمان شهر ونص مثلا. ولو زنقت معاك قوي وحابب تعرف الفيلم بيتكلم عن ايه وايه اللي حصل، استنى حسوبك في الفيديو اللي جاي عشان يقولك على كل التفاصيل اللي فاتتك. واشوفك بعد الفيلم يا ريس. وبس كده عشان المستمع، اتمنى تكون فدتك وسرتك شويه. ما تنساش قبل ما تمشي تبقى تقول رايك في الحلقه في الكومنتس وتعمل فولو حسب انت سامعني منين. ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تبقى تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد، وركز كلمتين عشان فعلا بيساعد. كان معاك يا ابراهيم حسوبه من حسوبه دوكس. سلام.